السلام عليكم. طبعا بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات هنا في القناه دي، فقلت بقى ايه، نبدا ننزل فيها فيديوهات. يعني كل كام يوم هنزلكوا فيها فيديو على حسب، يعني اللي هيقول لي في مثلا كذا، وانا شايف ان الطلب اللي انتوا طلبته دي حاجه تستاهل وناس كتير بتدور عليها، هنزلها. حاجه ما تستاهلش ان انا اشرحها اصلا وسهل انها تتعمل، فاعذرني مش هقدر اعملها لك. ماشي. طبعا الفيديوهات هتكون يعني كل كام يوم هنزلكوا فيديو، مثلا فيديو اللي هو تشغيل كول اوف ديوتي، لان ناس كتير، يعني اعتقد ان مفيش ناس كتير بتلعبها. انا مش شايف انها مش افضل من بابجي، عشان تبقوا فاهمين يعني بابجي احسن بكتير. بس انا هنزلكوا الطريقه على فونكس نفسه، لان برايم انا جربت عليه طريقه وبرضه ما نفعتش، فلو عرفت ان انا شغال على برايم هنزل الطريقه هنا وهنزل الطريقه هنا، فهي هتبقى الفيديو اللي جاي. انما الفيديو ده لان ناس كتير طلبت مني اشرح الاعدادات بتاعه المحاكي كلها. اول حاجه، انت لسه لو لسه بتحمل اللعبه، ف يعني لو لسه بتحمل بابجي وانت موجود في مصر وكده، لازم تفتح في بي ان لحد ما اللعبه تنزل الاول. مفيش حل غير كده في الفتره اللي احنا فيها. لكن لو انت بتتفرج على الفيديو بعد فتره بقى، او بعد وقت تاني كانت فيها مثلا الشركات المصريه بتاعه النت ظبطت النت وشالوا الحظر بتاع المحاكي، فمفيش مشكله، تقدر تحملها من غير في بي ان. فانا بقولك يعني لو انت حصلت عندك مشكله، هتفتح في بي ان لاي دوله خارجيه، اي دوله تانية اجنبيه، وتحمل اللعبه وخلاص. بعد ما تحملها هتفتح اللعبه عادي، مفيش اي مشكله. طيب في حاجه بقى حابب اوضحها لكم، الفيديو ده هنتكلم فيه عن اعدادات المحاكي بالكامل، ولو انت جهازك ضعيف هتظبطها على ايه، جهازك مش ضعيف هتظبطها على ايه، وحاجات بسيطه يعني. فيا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه، ويلا بينا نبدا. اول حاجه طبعا، خلاص انت حملت لعبه بابجي ونزلتها على المحاكي، ما تفتحهاش من اللي هو الجيم لوب اللي هو ده نهائي. يعني انت متفتحش اللعبه من هنا. طبعا ممكن ما يظهرلكش اللعبه زي ما انت شايف كده قدامك، ممكن تضغط هنا ما تلاقيهاش برضو، ممكن تلاقيها انت وحظك. ماشي. الافضل بقى تفتحها منين؟ اشرح لكم دلوقتي. هنقفل ده، هتضغط على جيم لوب وتعمل فتح موقع الملف، او هي دايما هتلاقيها في اي ويندوز اوبن لوكيشن فايل او اوبن لوكيشن حاجه زي كده. هتدخل عليها هيفتح لك المكان بتاع المحاكي، فانت تلقائيا يعني بتضغط على السهم اللي موجود في الكيبورد، او السهم اللي هنا ده لو ظاهر لك، او بتضغط مثلا على الكلمه دي فهيرجعك خطوه ورا. تمام. هتلاقي الثلاث فولدرات دول، هتخش على فولدر يو اي، هتلاقي اندرويد ايميليتور ده المحاكي، هتفتحه على طول. خد بالك لان هما اتنين، اندرويد ريندر ده مش هيفتح، لكن ايميليتور ده اللي هيفتح. تمام. فانت خلاص، انت بعد كده ما تفتحش لعبه من بره من ده نهائي. ليه؟ لان ده لسه هيفتح لك المحاكي، وبعدين لسه هتختار لعبه وهيبقى بطيء جدا. شايفين فتح بسرعه ازاي؟ وتقدر تختار لعبه وتفتحها، مفيش اي مشكله، هتلاقي لعبه موجوده هنا. لو مثلا حبيت تنزل اي حاجه تانية على المحاكي، هتضغط F9، هتلاقي ظهر لك الحاجات دي، تقدر تفتح نت من هنا، اعدادات المحاكي، الكلام ده كله. تمام. طبعا انت بقى بتضغط على الايقونه دي وتخليها مثلا تبقى موجوده تحت هنا، بحيث ان انت تروح تلاقيها في الشريط ده تفتحها منه على طول، او بتخليها في سطح المكتب تعمل لها نسخ مثلا، او ارسال الى وتختار سطح المكتب، هتلاقيها موجوده بره. تمام. دي كده اول حاجه انت لازم تعملها، هتسهل عليك حاجات كتير، وهتخلي اللعبه تفتح بسرعه لو انت بتستخدم المحاكي. ماشي. طبعا انا بلعب على المحاكي على طول، انا نزلت الفيديو ده عشان الناس اللي طلبت حاجه زي كده، واشرح فيه كل الاعدادات. يعني هنخش على السيتنج بتاعه المحاكي. عندك هنا اول قائمه، طبعا انا مش بقول لك اختار نفس الاعدادات اللي انا عاملها، الاعدادات المناسبه لجهازك انت اللي تعملها، مش انا اللي اعملها. انا اشرح لك دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه، وانت تعملها حسب جهازك. تمام. عندنا اول قائمه يعني ما تعملش فيها اي حاجه خالص، دي ممكن تعلم عليها لو انت بتفتح جيميل، يعني بتفتح حسابك عن طريق جيميل. سمارت مود ده بقى الوضع الذكي، اعتقد ان هو بيختار حسب مزاجه، يعني لو هو شايف ان في اعدادات مناسبه ليك بيستخدمها من نفسه، فانت ممكن تعلم عليه وتشوف برضه هتبقى يعني الجهاز هيبقى شغال كويس ولا لا. مش كويس هتختار من الاوضاع دي كلها. عندك هنا ده الكارت الداخلي، كارت خارجي، كارت داخلي، كارت خارجي. ماشي. اللي عليهم زائد دول يعني للقوي. تمام.
هتعلم على التلاتة دول، متعلمش على دي. عندك اول اختيار هنا مكافحة التعرج، لو في مثلا حاجات بسيطة كده في الجرافيك بتاع اللعبة اللي انت بتلعبها على المحاكي، يعني نغبشة والحاجات دي، فبيحسن لك من الجرافيك شوية. فانت ما تفعلهاش الا اذا كان جهازك قوي. انا طبعا جهازي كويس فخليتها على اخر حاجة. عندك تاني اختيار لو انت عايز تخليها متوازنة، لو انت لقيت اي مشكلة ممكن تقفلها خالص وخلاص. تمام. الميموري دي الرامات، تمام. فانت ممكن تخليه اوتو، بس برضو الافضل ليك انك تختار، يعني ممكن يكون جهازك 4 جيجا رام، فالاحسن ان انت مثلا لو انت جهازك 4 جيجا تختار 2، اقل من كده تختار 1.5. وصدقني لو الرامات بتاعتك اقل من 4 انسى ان المحاكي يبقى شغال كويس. ماشي. فانا طبعا جهازي كويس مختار 4 جيجا. نيجي للاختيار اللي هو بروسيسور. طبعا تشوف انت عندك في البروسيسور كام كور، وهتلاقي اوتو، فانت الافضل انك تختار اوتو. لو انت مش فاهم انت هتختار انهي بالظبط فممكن تخليها اوتو. تمام. انا عندي طبعا جهازي كويس والبروسيسور عالي جدا فاخترت 8. طبعا المفروض ان في 6 لكن هما في المحاكي مش ضايفين اصلا 6، لو كانت موجودة كنت اخترتها. عندك بعد كده ريزولوشن، ده الحجم بتاع الشاشة بتاعت المحاكي. طبعا انت اول ما تثبت المحاكي ممكن تلاقيها على 1280 في 720، فانت لو مش موجود حجم الشاشة بتاعتك في الاختيارات دي، طبعا انا شاشتي 1600 1600 في 900 شايفين اهي، وانا مختار حجم اعلى عشان الدقة بتاعت اللعبة تبقى HD. تمام. فلو انت مش موجود حجم الشاشة بتاعتك هتضغط على ال3 نقط دول، هيفتح لك المربعين دول، لان لو عملت كده مش هتلاقيهم موجودين. ماشي. وتكتب هنا مثلا انا اشوف دلوقتي حجم الشاشة اللي عندي، هتعمل اعدادات، تضغط كليك يمين في سطح المكتب وتضغط اعدادات العرض، هتلاقيها مكتوب هنا. المهم يعني هو ده ويندوز 10، انت عندك ممكن تكون بشكل تاني، لكن هي بنفس الطريقة كده، تكليك يمين في سطح المكتب وتختار اعدادات العرض. فعندكم هنا مكتوب مثلا عندي 1600 900، بس انا مختار اعلى عشان تبقى دقة اللعبة HD، لان انا بصور وكده. ماشي. هي مش هتأثر في حاجة عندي لان انا جهازي كويس. عندك بعد كده ال DPI، دي عدد كثافة البكسلات اللي موجودة في الشاشة. طبعا ناس كتير بتقولك دي DPI الماوس والكلام ده، لا نهائي. انا سمعتها قبل كده من واحد صاحبي، لا مفيش الكلام ده خالص. انت لو جهازك كويس هتختار 480، يعني مثلا جهازك ضعيف هتخليها مثلا من 160 ل 120، متوسط من 240 ل 320 كده يعني. ماشي. المهم ان انا بوضح لك ايه اللي انت هتعمله بالظبط، وانت حسب جهازك هتختار. انا مش قاعد جوه جهازك وعارف جهازك مواصفاته ايه ومعرفش ايه ولا تختار ايه، لا انا بشرح وانت طبق حسب مواصفات جهازك انت. ماشي. بلاي باك دي اللي هي الصوت انت هتسمعه منين، لان انت ممكن تكون موصل اكتر من سماعه في الجهاز فيكونوا ظاهرين لك هنا، او موصل اكتر من كارت صوت في الجهاز. ماشي. طبعا انا عندي بسمع صوت من المايك على طول، يعني موصل السلك خارج من المايك للسماعه وبلبسها في ودني على طول وبسمع. عندك الريكوردنج اللي هي دي اخر حاجه، دي هتختار المايك اللي انت هتتكلم بيه جوه اللعبه. ممكن تكون انت موصل اكتر من مايك فيظهر لك كل المايكات اللي انت مركبها في الجهاز في القائمه دي. تمام. نيجي بقى لاخر اختيار وهو الجيم. وطبعا الاختيار ده مش هتلاقيه ظاهر لك اصلا الا لما تحمل بابجي موبايل. طبعا هتسألوني انا ليه مختار 1080، لان انا جهازي كويس. ممكن اختار طبعا 2K، لكن انا عايز يعني الجهاز يبقى افضل، يعني اخد فريمات اعلى وانا بلعب، اللعبة تبقى سريعة. طبعا 1080 مش وحش يعني، وانا هشغل 2K وانا عندي شاشة مش 2K، فحرام يعني، حرام على الكارت. فعندنا بقى هنا هتختار 720 طبعا لو انت جهازك قليل، بعدين تختار 1080 لو انت جهازك كويس، او 2K حسب ما انت عاوز. وبرضو الافضل انت تشوف ايه اللي هيبقى مناسب لجهازك، هتفضل تعدل كده مع نفسك كوباية قهوة وتفضل تظبط كده تشوف انا هيبقى مناسب للجهاز بتاعك. عندك الديسبلاي كواليتي هتخليها مثلا لو انت جهازك كويس خليها HD، مش كويس هتخليها سموش، او بتريح دماغك خالص وبتخليها اوتو، هو يختار الافضل لجهازك من نفسه. تمام كده احنا خلصنا من اعدادات
المحاكي. بعد كده بقى عندنا هنا يعني طبعا انت مش هتلاقي جوجل انستولر ده موجود عندك في المحاكي، لان ده بيثبت الجيميل لو انت بتفتح حسابك بالجيميل. المهم عندنا هنا الثلاث شرط دول هتضغط عليهم، هتلاقي اول حاجه دي هتقلب لك المحاكي. شايفين ده؟ تحس ان هو وضع يعني كانك فاتح تابلت. لو ضغطت على الكلمه دي هيقلبها لك كانك فاتح موبايل، لكن تحس ان المحاكي معوق شويه، الشاشه بتاعته مقلوبه بس مش اكتر. ده كل اللي بيعمله. المحاكي محتاج شغل برضه. ماشي، هنرجعها تاني. عندك هنا تاني خطوة دي بتتحكم في الصوت بتاع المحاكي. تالت حاجة كلين كاش، ده بيمسح لك الكاش من ملفات الداتا اللي هي موجودة في المحاكي. لو انت حصلت عندك مشكلة في المحاكي مثلا وباظ ممكن تعملها، غير كده ما تعملهاش. عندك بقى بعد كده ريبير اس دي، ودي طبعا انا معرفش هي بتاعت ايه. اعتقد ان هي اصلاح البطاقة اس دي. اللي انا اعرفه ان هي اس دي كارد، يعني المساحة الداخلية بتاعت المحاكي بيصلح فيها. معرفش بيصلح فيها ايه بصراحة، عشان مفتيش، انا مبحبش افتي. بعد كده شو اف بي اس، لو انت بتلعب ممكن يظهر لك الاف بي اس هنا. مثلا لو فتحنا اللعبة دلوقتي شايفين 0، طبعا هو بيظهر لك هنا من الكلمة دي، وتقدر تلغيها تاني عادي مفيش اي مشكلة. طيب بعد كده فيدباك دي يعني هيفتح لك حاجات ملهاش اي لازمة في جيم لوب. عندك السيتنج الاعدادات، عندك الاباوت دي معلومات عن المحاكي اللي عندك. فانت مثلا لو انت حابب مثلا تعرف المحاكي مثلا عندي اصدار كام، فهتدخل عليها تلاقي مكتوب بيانات المحاكي كلها، الاصدار بتاعه، الاصدار بتاع الماركت وكده. تمام. دلوقتي بقى نخش اللعبة ويعني اقول لكم ازاي تظبطوا التحكم لو عندك اي مشكلة، وشوية حاجات بسيطة هتظبطوها اقول لكم عليها مهمة انا نفسي ظابطها. نيجي بقى للاعدادات الخاصة بالتحكم في اللعبة نفسه. هنيجي مثلا، طبعا انا دخلت التدريب زي ما انتم شايفين، انا بضغط كل اللي انا بعمله بضغط على دبليو بتلاقي اللاعب بيجري لوحده. ناس كتير بتستغرب من الموضوع ده، فانا هقول لكم تعملوها ازاي دلوقتي. دي واحده بس اجيب سلاح. طبعا دي الحاجه اللي انا هقول لكم عليها اللي انا بعملها لو انا لسه مثبت المحاكي، بعمل الحاجات دي بالترتيب كده كلها. هي دي الحاجه اللي انا بعملها عندي، ما بعملش اكتر من كده ولا اكتر ولا اقل. هنفتح الكيبورد من هنا. لو انت عايز تضيف زرار او تعدل في التحكم بتاع المحاكي هتعمل اللي انا بقولك عليه ده. ماشي، الكيبورد زي ما انا قلت، زي ما انتم شايفين كده انا مش معدل في اي حاجه نهائي غير حاجات بسيطه. يعني لو عملت ريست هتلاقي كل حاجه زي ما هي ما عدا الزرارين دول وده. ده كل اللي انا معدله اهو. ريست اهو، دول اختفوا، والزرار ده اللي اختفى. هعمل سيف، هخش جوه التحكم بتاع اللعبه نفسه، عناصر التحكم، واضغط هنا. اول حاجه عشان تخلي اللاعب يجري بسرعه هتعمل بالشكل ده. تمام، هتكبر دي كده وتجيبها هنا، تخلي النقطه الخضراء مظبوط عليها. بس ده كده كل اللي انت تعمله. ما تعدلش اي حاجه نهائي، ملهاش اي لازمه. يعني انت ما تعدلش، هو كل حاجه متعدله. لو انت بتستخدم بقى اصدار تاني من المحاكي دي مش مشكلتي. انت مثلا الشاشه عندك مختار 720 هتلاقي الاختيارات دي، بس هتلاقي برضو نفس الشكل كده ونفس الحاجات اللي انا موجوده عندي هتلاقيها موجوده عندك. لو الشاشه عندك 2K هتخليها 2K. تمام. فبالغلط مثلا دي اتمسحت، هتروح ضغط هنا وتضيفها تاني وتعملها كده. طبعا لو عملت ريست هيرجع لك كل حاجه زي ما كانت. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده كل حاجه رجعت زي ما كانت. لو انت مثلا غلطت في حاجه وعايز تعيد من الاول، شايف؟ بص لو جيت امشي هتلاقيه بمشي بالراحه. لما اجي بقى اكبرها زي ما انا قلت لكم هتشوف هيجري ازاي. دلوقتي نكبر دي كده، ماشي، ونسحبها هنا وسيف، وبعدين نخرج نجرب. بص يا عم، انا ضاغط دبليو بس مش ضاغط على اي حاجه تانية اهو. حتى لو شلتها هتقف. انما لو عملت مثلا السهم اللي هي اللي انت شايفينها دي، لو ضغطت كده هتلاقيه مع نفسه. انا ايدي الاتنين اهو، هو بيجري. ممكن من شيفت يجري برضو، لكن انا عامل من دبليو بس عشان مبقاش بضغط على كذا زرار في المحاكي، فمخليه دبليو مكبر زي ما انا قلت لكم كده بنفس الطريقه. عشان كده اللاعب تلاقيه بيجري من غير ما اضغط على الزرار. يعني مجرد ما انا امشي ما يمشيش مشي بطيء، هو كده مبقاش يمشي مشي بطيء خلاص.
كل مشي هيبقى سريع بس. ماشي. بس يا حبيبي، بس يا عسل، بس يا حلوة، بس ده ماله ده هبل ده ولا ايه؟ سلة. فطبعا دي التحكم، لو انت حابب تضيف زرار مثلا هوريكوا برضو. هتعمل مثلا، لان كان في زرارين هنا انا عاملهم كانوا خاصين بالتحكم بتاع الطيارة في المود الجديد، لان هو مش ظابطينه. فمثلا بتضغط في زرار هنا عايز تحطه، هتضغط كده بالماوس وبعدين تضغط على الزرار اللي انت عايزه، بس هيحط لك الزرار ده. حبيت تسحبه هتسحبه كده بالماوس وزي ما انت عاوز يعني. ماشي. عندك ايه تاني؟ عندك بقى الحاجات دي تربو ملهاش لازمة، دي بتاعة الضرب اللي هي دي، لو اتمسحت من عندك وعايز تضيفها تاني. كنترول ده الزرار اللي انت بتخفي منه الماوس في المحاكي وتظهره تاني. تمام. عندك بس مفيش اي حاجه تاني، متلعبش في اي حاجه تاني خالص نهائي، هو اللي انا بقولك تظبطه هو اللي انت تظبطه هنا. عندك في اعدادات اللعبه شايفين، بص على اللعب، بص على اللعب اللي هيظهروا، شايفين دي اول ما بتفتح المحاكي ممكن تلاقيها مش متفعله عندك في الاكونت، فهتدخل على الاعدادات بتاعه اللعبه نفسها مش اعدادات المحاكي، هتلاقي اسمها بيك اند فاير او بيك وفاير او انظر بسرعه واطلق النار، هي دي. هتلاقي تعطيل هتعملها تفعيل، طبعا انا هعطلها نجرب اهو، مفيش اي حاجه شغاله. هنفعلها تاني زي ما انتم شايفين ظهرت في الجنب اهي الاتنين دول. ماشي. فانت مثلا لو ناقص بقى ومش عندك زرار ليهم مثلا هتروح مثلا اشيل الزرارين دول مثلا، واسهل حاجه يعني انك تعملهم من كيو واي. فانا هعمل كيو اهو، اي، بضغط بالماوس زي ما انا قلت لكم واضيف الزرار اللي انا عايزه بالشكل ده، بس كده اقدر اشغلها مفيش اي مشكله. طبعا دي الحاجات المهمه اللي انت لازم تعملها في اعدادات المحاكي واعدادات اللعبه. عندك بقى هنا اللي متعرفش ده هزاز ولا ده ايه، يعني معرفش ايه فايدته برضو. هنا بكبر الشاشه وممكن تصغرها وتكبرها من F11 على طول زي ما انتم شايفين كده. عندك هنا لو انت عايز مالتي ويندو، لو انت عايز تخلي المحاكي يبقى اتنين شغالين مش واحد. عندك هنا سكرين شوت بيصور لك الشاشة، هتضغط كده ضغطة وبعدين اوبن فولدر، هيفتح لك الفولدر اللي انت صورت فيه الشاشة. تمام. عندك هنا ريكورد فيديو، ماشي، ده بتصور منه الفيديوهات لو انت بتصور فيديو، فمالوش اي لازمه، ما فيش حاجه حد يستخدمه اساسا. عندك هنا بقى لو انت عايز تطلع من حاجه بس مش بيطلع من حاجه كله، لا بتطلع من اللعب، فانا لو ضغطت ضغطتين ورا بعض على الاختيار ده هيطلعني من اللعب. طب دلوقتي مش باقي حاجه يعني، كل فاضل اللي احنا نشرحه القوائم دي وخلاص كده يبقى يكون الفيديو ده انتهى، عشان محدش يسالني على الاعدادات اللي انا بعملها تاني. انا اللي انا قلت لكم عليه ده كله ده اللي انا بعمله اول ما بثبت المحاكي، اي حاجه تانية ما بعدلش عليها نهائي. الحساسيه بتاعت اللي انا بلعب بيها للاسف مش هعرف يعني اجيبها لكم، لان الاكونت اللي انا بلعب بيه الرئيسي واخد بند اسبوع، فالحساسيه ان شاء الله بنزلها في فيديو تاني واقول ازاي تثبت السلاح بتاعك والكلام ده كله، واقول شويه نصايح يعني. ماشي. فعندك الاساسي ما تعدلش فيه اي حاجه نهائي، ما تلعبش في اي حاجه. عندك مثلا ثواني لو انت عايز تخفي مثلا الحاجه بتاعتك اللي موجوده في البروفايل محدش يخش يشوفها، هتعمل كده. النتائج هتعمل لها تعطيل والملبس تعطيل. عندك اختيار تاني مش عارف مش موجود هنا ليه، بس هتلاقيه عندك ان هو مثلا حد ما ينفعش ان هو يعمل عليك سبكتيت، ان هو يخش يتفرج عليك. ماشي. لكن اعتقد ده مش موجوده لان انا في التدريب. تمام. ما تعدلش في اي حاجه تاني، سيب طبعا الابواب تفتح لوحدها والكلام ده كله سيبه زي ما هو. الرسومات ده الجرافيك بتاع اللعبه، طبعا لازم تعدل هنا كمان عشان اللعبه تبقى شغاله كويس. لو انت جهازك مش عالي ما تشغلهاش غير على سلسة او متوازنه، وانت شوف انهي افضل بالنسبه لك لو انت جهازك متوسط. ماشي. هنا برضو نفس النظام نفس الاختيارات، هو حتى هم يعني كويس ان هم ضايفين اللغه العربيه في اللعبه اصلا، هي الاول كانت بالانجليزي ما كانش حد يفهم حاجه. طبعا انا جهازي كويس فانا مشغلها على عالية الدقة، الاول كنت بشغلها على HDR، لكن لما عملتها HDR بتحصل مشكلة، مش عارف المشكلة دي لسه موجودة ولا لا، ان البيوت بتلاقيها بلون اسود، انا مش عارف يعني المشكلة اتحلت ولا لا بصراحة. ماشي. وكنت بخليها على اعلى حاجة. طبعا ده معدل الاطارات ده
يعني كام فريم في الثانية. عندك بعد كده بتختار عندك بعد كده اللي هو النمط، هتختار فيلم او ناعمة او واقعي. واقعي الحاجة الصراحة انا ما بفضلش غير ان انا استخدم الملون. شايفين يعني بقى تحس ان هو اسود كده ومش هيوضح لك الحاجة اللي قدامك. انت بتختار حاجة من الاتنين، يا تختار الكلاسيكي يا اما الملون. ده زي الزفت بصراحة. فخلينا نرجع بس الاول الجرافيك على عادي. مش حلو برضه. لكن شوف انا لو اخترت الملون زي ما انا بلعب على الملون على فكرة ماشي. كل حاجة واضحة، مفيش اي مشكلة يعني، كل حاجة بالنسبة لي واضحة دلوقتي. تمام. فهننزل تحت. طبعا هتفعل التشويش والضلال. الحاجات دي لو انت مضاد التشويش ده والضلال لو جهازك ضعيف ما تفعلهمش ماشي. السطوع ده النور بتاع يعني النور بتاع اللي شايفين تحس انها مسودة شوية. بس يا هاكر لو زودتها تاني مثلا 120 تحس انها نورت كده. فانت خليها على اعلى حاجة عشان تشوف كويس وانت بتلعب وتشوف العدو من بعيد. عندك شاشات غير قياسية ما تلعبش فيها لان دي تعتبر بتاعت موبايل مسننة والحواف المستديرة والحاجات دي. الموبايلات اللي هي فيها نوتش والكاميرات اللي في قلب الشاشة والحاجات دي. رسومات ذاتية التعديل هتلاقيها متفعلة، ما تجيش ناحيتها. ممكن مثلا لو عندك مشكلة تبقى تعملها تعطيل لو جهازك ضعيف. عناصر التحكم هنا بتظبط التحكم بتاع اللعبة زي ما احنا عارفين. طبعا الحاجات دي الناس كتير شرحها قبل كده فانا مش بطول فيها. طبعا حبيت تيجي تحرك حاجة تتحرك معاك عادي زي مثلا لو عملت كده كده. ممكن على فكرة تخلي كذا زرار مثلا زي اف تخليه ياخد كذا حاجة، ما علينا يعني. فهو ده طريقة انت ما ينفعش تضيف زرار ما ينفعش تضيف حاجة جديدة لان دي الزراير اللي موجودة في اللعبة. انت بقى عايز تعدل في زراير ما حاجة ما عندكش اي مشكلة، انما هنا مش هينفع تمسح زرار او كده. المركبة دي التحكم الخاص بتاع العربيات والحاجات دي. دي حساسية الأسلحة، وقلت هنزلها في فيديو تاني لأن ده موال تاني خالص وهياخد وقت. الفيديو ده أنا عارف إن هو يبقى كبير برضو. التقاط دي الحاجة اللي انت بتتاخد منك من الأرض. لو انت مش عايزها تتاخد لوحدها هتعمل تعطيل، هيعطلك كل حاجة. لو مثلا بتعمل تحدي ومش عايز حاجة تتشال وكده ماشي. طبعا الاعدادات دي بتبقى مظبوطه كلها، انت مش محتاج ان انت تعدل عليها. وانا بلعب على الاعدادات الاساسيه. انت حابب بقى تزود مثلا الاي كي ام ياخد مثلا 200 طلقه، ام 4 200 طلقه حسب ما انت عاوز. تمام. هو كاتب لك اسم السلاح فوق. عندك المجموعه الطبيه اللي هي الحاجات اللي بتزود بيها الدم بتاعك والكلام ده كله هتلاقيها موجوده هنا. حدد انت عايز كام واحده تتشال لوحدها، ان هو مش هيشيل غيرهم. انت حبيت تشيل بتضغط بالماوس وتشيل اللي انت عايزه. لكن انت لما تحدد، هو مثلا عندك قنبله انا حددت واحده واحده واحده، هو بقى يشيل من نفسه. انا حبيت ازود بقى مع نفسي، انا بزود انا بنفسي. منظار عندك هنا هيعدلك، يعني هو مش بيغير لك الشكل، لا هو بيغير لك. بص شايفين النقطه اللي جوه دي هتتغير زي ما انتم شايفين كده اتغيرت. عندك الصوت. طبعا في صوت جديد للمحاكي اللي هو فائقه، مش بيشتغل على كل الاجهزه يعني، لكن لو جهازك كويس هيشتغل عليه عادي. لو ضعيف هيشتغل لو انت بتستخدم محاكي. لو جهازك ضعيف وبتستخدم محاكي هيشتغل عندك الصوت ده. لو بتلعب على ابراهيم او فونكس ممكن ما يشتغلش، ممكن انت ونصيبك بقى. الموسيقى ملهاش اي لازمه طبعا، انا شايلها لانها يعني مش هتخنقك. وطبعا في موسيقى في العربيه ممكن تعملها تعطيل من هنا برضو. عندك ايه تاني؟ عندك اخرون هنا. لو انت مثلا سنك اقل من 18 تختار لا طبعا. لكن انتبه لحاجه معينه، ان هو مثلا يعني لو انت اخترت لا هيخليك تلعب لمدة 6 ساعات وبعدين هيطردك برا اللعبة لمدة ربع ساعة وبعدين تضطر تخش تاني. فالافضل انك تخليها ناعم وريح دماغك. هما شكلهم مش عايزيننا نلعب اللعبة التنزيلات. طبعا دي حزمة الموارد انا حملتها قبل كده، مش عارف هيديله المكافآت دي. استنى كده، انا اتمنى يعني. ما علينا، دي اخر قايمه كده. احنا شرحنا كل حاجه موجوده في المحاكي بافضل الاعدادات. مش عارف الحاجات دي جات لي فعلا ولا لا، لكن خلينا نطلع بره نشوف. طبعا الناس طلعت قد كلامها وجايبت لي الصندوق الجميل ده، اما نشوف ايه اللي هيجي لي. بس عارفين لو جالي سيلفر. السلام عليكم يا جماعه، الفيديو خلص. سلام.